تحدي التلات. تحدي النهارده يا جدعان بسيط، كل واحد فينا هيجيب اجمد 3 حاجات عنده في المنطقه، ونشوف مين فينا اجمد منطقه اللي هي منطقتي. لا معروف انا يعني. والله انا مش عارف هل في منطقه تانية في اسكندريه غير محرم بيه؟ ما اظنش والله. طبعا مش محتاج اتكلم عن سيدي بشر، انتوا تتكلموا وتقولوا. اصلا سيدي بشر كبيره مليان مطاعم كتيره جدا. اللذيذ يا جدعان ان هم متخيلين ان هم هيكسبوا لمجرد ده ان عندهم مطاعم قديمه ومش عارف ايه وبتاع، فما ينفعش يا جدعان تكونوا في الفلكي غير ما تجربوا اجمد حواوشي في اسكندريه وهو حواوشي نور. بص طبعا يا جماعه هو في كميه مطاعم رهيبه في محرم بيه من اول المحطه لحد الرصافه، بس محرم بيه اول حاجه هتيجي في دماغك الدهب. شارع الجامعه والكنيسه يا جدعان، شارع ايه؟ بص يا جماعه احنا كده جبنا الفطير من دهب، انا بقى مش عارف هروح فين المره الجايه. هنبدا اول حاجه فسفور. بصوا كده ده المنيو كده. بص عايز طبق اللي هو الرز سي فود اللي هو المشوي، قاعد بقى مستنيه وادوني بقى ايه كوبايه كده شوربه جمبري. تعالوا بقى نخش على تاني اجمد مكان عندنا في الفلكي. يعني المكان ده يا جدعان باكل من عنده بقالي اكتر من 17 سنه. كنت عايز مكرونه بسطرمه. بص يا جماعه احنا وصلنا الرصافه، هو بندق بقى. بندق عنده يعني زبادي ورز بلبن بالقشطه، مش هتلاقيهم في حته في اسكندريه اللي هو الزبادي ده يا جدعان. في مكان بقى في قبلي بيعمل بيتزا وفطير محدش يعرفه غير بتوع سيدي بشر، والمكان هو بيتزا دنيا. تمام في البيتزا هاخد توك توك بقى واطلع على تالت مكان. السلام عليكم. وتاني حاجه استلمناها يا جدعان، فاضل بقى ايه نجيب لهم حاجه يحلوا بيها. فانا بالنسبه لي هو مكان واحد بس اللي بيعمل احلى هريسه في اسكندريه كلها. المكان ده هو حلواني لارين. كده جبنا الرز بلبن والزبادي والفطير، باقي لنا حاجه واحده. انا بصراحه رايح عم امين، ممر السعاده يا جدعان والله. بصوا المكان اسمه كبده الصالحين. ده بقى كنت بلعب كوره هنا بقى ايه بعد على الفجريه كده اضرب 2 كبده. مبدئيا كده يا جدعان يعني انتوا منورين ده اولا، بس عايز اقول لكم انتوا خسرانين. زين كده في رز دقي كده. العب. خلاص بقى تعالى ناكل، احنا لسه هنتفرجهم. يلا بينا. دهب مجرم في الكميات بتاعته. كيري كيري. صدق صدق. قول في سوفتي. محرم بيه يعني كبده انا عم امين. عندك شامي بقى وعندك فينو. اوبا جبار. لم ده. بندق يا باشا. زبادي بالقشطه. تحفه. دي فظيعه. رز بلبن تقيل والقشطه منه فيه. يعني مبدئيا يا جدعان انتوا خسرتوا. ايه ده؟ ده أنا عايز أعرف رغيف إيه دي؟ حواوشي ميكس اللحوم ب 240 جنيه. مش هتلاقي فيه لحوم اصلا. اهو لا 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 صدق على البسطرمه على اللحمه المفرومه. جامد قوي. تحفه قوي. بص بقى يا صاحبي، ده مكان اسمه بيتزا البوب. دي أصلاً؟ مكرونه بسطرمه مش العادي. بعد غرقنا انا. يعني جامد اجمد، يعني هي حلوه بس اوش اجمد. تحليه حلواني اسمه لارين. على قديمه. الريشه بتاعي زمان. جاهزين؟ جاهزين يا صاحبي. يلا. لا مكان اسمه بيتزا دنيا، ليه بيتزا في التطريه على اصولها. كده يا جدعان شكل هو مخدوم الصراحه. ده شعبي حلو. قارن عم امين يلا باي حد يلا. شوف لا، الكميه. في كميه الصراحة. كميه اكتر بكتير. كميه كبده اصيله طبيعيه، ده بقى هتكسبني. انا اقدر السي فود قوي الصراحه. بص بقى الكميه ده بيطلع عادي يا جماعه. خدوها ده رز اصلا مش مكرونه. الحاجه الثالثه جامد على فكره حلو حتى من غير طحينه. ده الحاجه الوحيده اللي ممكن تكسبها.